مع كل احترامي لحليم تاج السر وكل الاداء اللي بيعمله والاغاني الحلوه اللي بيعملها، ما تقارنش نفسك كبيف او كديستراك ما بين تو دوب وحليم تاج السر، لان انت ما ينفعش تقارن الفراخ باللحمه. تو دوب لغويا اقوى من ناس كتير جدا في السين السوداني، بل يمكن في الوطن العربي كله. كليريكست او كشخص بيكتب كلماته، حليم تاج السر ما يقدرش يقف جنب تو دوب بالنسبه للهجاء او كليركس، اظن كلنا عارفين كده او معظمنا. 2024 عصام ساتي نزل بقوة ونزل نسيم شبال مع علي نصر الدين. عصام من أقدم وأمهر الرابرز السودانيين، ورجع بمشروع مختلف تماما، راب سوداني صرف 100% بالألحان والآلات السودانية. والمشروع ده كسر الدنيا وخلى جمهور كبير جدا من بره الساحة يبتدي يسمع للراب السين لأول مرة. ادخل على قناة اليوتيوب وشوف القصة كلها بالكامل، هتلاقي اللينك في البايو أو في الكومنتس.